السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوعات أم شمس. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مملحات بدون طوابع 4 أشكال اللي هي زوينة وسهلة، ما كتاخدش معنا وقت بزاف. أهم حاجة أنهم كيجيونا لذاذ بزاف، مقومين بمقادير مضبوطة، غادي نجحوا معكم من أول تجربة. فايت ليا شاركت معكم في قيقسات ديال عاشوراء، غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. واليوم غادي نشارك معكم هاد المملحات اللي بدون طوابع، ما فيهمش قوه تماره نهائيا. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير ديال هاد المملحات. في المكونات احتاجيت 250 غرام ديال الزبده. استعملت هنايا الزبده ديال العلب، استعملت ليليا. غادي نوضع عليها شويه ديال الابزار وواحد الملعقه صغيره ديال البودره ديال الثوم. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال البصل المجفف. الا ما كتوفروش على الثومه مجفه والبصله، غادي تحكوا واحد الفص ديال الثومه مزيان، والبصله غادي تحكوا واحد البصله كامله وغتعصروها مزيان وغادي ديروا الماء ديالها. غادي نضيف كذلك واحد الملعقه كبيره ديال الخل اللي كتخليه لينا هشيش من الداخل وكيجي مقرمش من على برا. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال العطريه ديال البسطيله. يمكن لكم تنكهوا باي باي توابل عندكم، اولا تضيفوا واحد ضمه ديال البقري اولا الغنمي. غادي نضيف 4 ديال القطع ديال الفرماج مثلث، وغادي ندير واحد شويه ديال الملحه. كذلك غادي نزيد 2 ديال البيضات، وغادي نضيف واحد الكاس مخلط ما بين زيت بلديه وروميه. يعني كما كتلاحظوا الكاس ما كبيرش بزاف، صغر من ديال الكاس العنبه. غادي نزيد ملعقه كبيره ديال لا موطارد، حتى هو كيعطينا واحد المذاق زوين لهاد الفقيقات وما نقدروش نستغناو على لا موطارد. وبالنسبه للخميره ديال الحلوى كما كتلاحظوا غادي نوضع واحد القبيصه فقط، غير شويه، ما كاملش حتى يعني حتى نص خماره ما كاملاش، غير شويه صافي. وغادي نضيف كاس ديال الحليب وغادي نبدا نخلط في الخليط ديالي مزيان. غادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى كيتجانس ليا الخليط. كنحصل على واحد الخليط على شكل بوماد. صراحه هاد المكونات هادو اللي ضفت راه كيجي بهم الفقاس مقوم مزيان وكيجي بنين بزاف ولذيذ. هذه هي العجينه الاساسيه او لا باز ديال المملحات. عاد هذيك الساعه يمكن لينا كنقسموا العجينه وكنكهوا باي نكهه بغينا. المهم هذه هي لا باز ديال العجينه اللي كتجي بنينه، تقدروا بلا ما تنكهوها تشكلوها غير بهاد المقادير هذه وكتجي لذيذه بزاف. صافي من بعد ما خلطت هذوك المكونات وتجانسوا ليا غادي نبدا نضيف الدقيق. دابا عبرت معكم هنا كيلو ديال الدقيق. غادي نبدا ندخل فيه بشويه بشويه. الدفعه الاولى كنوضع غير شويه وكنبدا نعجن على هذا الشكل هذا حتى كتذوب ليا هذيك الزبده مزيان، ما كيبقاوش عندي الطريفات ديال الزبده. من بعد كنبدا الكميه الاخرى كندخل فيها وكنبدا نجمع في العجينه ديالي حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون متماسكه. كنجمعوها ما كتبقاش تلصق، ما نخليوهاش مرخوفه بزاف، وكذلك من يعني ما نتقلوهاش بزاف بالطحين، ما نديروش فيها الطحين فوق القياس. العجين ديالي جمعتها صبحت على هذا الشكل هذا هو القوام اللي غادي نحتاجو نخليوه فيها. الدقيق شاط ليا منه تقريبا واحد 50 غرام، يعني دخلت في العجينه ديالي في هاد المكونات دخلت فيهم تقريبا واحد 750 غرام ديال الدقيق. غادي ناخذ واحد القطاعه وغادي نقطع العجينه ديالي على 4 ديال القطع اللي يكونوا متساويين. غادي نوضعهم في بلاستيكه بيضاء اولا فيلم اليمونتير وغادي نخليهم غير تقريبا واحد 5 دقائق حتى كيرتاحوا، باش ملي كنجي نسرح العجينه كيجيوني ساهلين وما كتمحنيش العجينه ملي كنبغي نطلقها. غادي ناخذ الكره الاولى وغادي نوضع فيها واحد تقريبا نص ملعقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره. غادي نعجنها مزيان حتى كنحصل على العجينه ديالي كتولي برتقاليه، كتعطيني هذاك اللوين زوين ملي كطيب على هذا الشكل هذا. وغادي نسمها بواحد الملعقه صغيره ديال البودره ديال القشور ديال الكروفيت.
الا ما كانش متوفره عندكم هاد البودره ديال الكروفيت تقدروا تستغناو عليها وتخليو العجينه غير هكاك، راها مقومه كما قلت لكم في الاول. هاد المقادير الاولين راهم كيجيو بنان بلا ما نسموا العجينه. بغيتو ديروا هاد الاضافه اللي درت انايا ما كنديرهاش دائما، يعني الا كان عندي هاد البودره ديال القشور ديال الكروفيت صافي غادي ناخذ العجينه وغادي نرش سطح العمل بالدقيق الابيض وغادي نبدا كنطلق في العجينه على هاد الشكل. راها كتجي ساهله ما كتلصقش ما كتمحناش نهائيا. غادي نحاول نطلقها على هاد الشكل هذا يكون مستطيل باش كنهزها وكنوضعها فوق الورق ديال المطبخ وكنعاود نسرحها على قد هذيك الورقه. هاد الطريقه هذه كتجينا ساهله. من بعد ما كنقطع العجينه ديالي كندخلها بالورقه ديالها للفران كنهزها في الخلاطه، يعني ما كتمحنيش وكتجي ساهله ودغيا كنسالي ما كياخذش مني وقت كتير. كنحاول نحيد هذوك الجوانب باش كنحصل في الاخير على عجينه اللي تكون مستطيله باش ملي نقطع المربعات ديالي كيجيوني مفينين ومقادين. غادي نحيد هاد العجينه كامله ومن بعد راه غادي نعاود ما غاديش نضيعها، غنعاود نعجنها ونقادها. من بعد غادي نحتاج هاد القطاعات. عندي هاد القطاعه ديال البيتزا والجراره ديال الشباكيه هي اللي غادي نقطع بهم. غادي ناخذ المسطره باش غادي نعبر باش كيجيوني هادوك المربعات مفينين بزاف وكيجيو الشكل ديالهم زوين. غادي نوضع كل مربع غادي نوضع فيه 2 سنتيمتر على 2. نتوما الا بغيتو تستغناو على هاد الطريقه هذه يمكن لكم هكا تديروا القياس غير بايديكم، ولكن هاد الطريقه ديال المسطره راه كيجيونا مفينين ومقادين حتى في الشكل كيجيو زوينين وتقاده وحده ما كيجيناش شي كبير شي صغير. غادي نقطع بهاد الطريقه حتى كنحصل في الاخير على مربعات. غادي نقطع بالجراره ديال الشباكيه باش كيبقاو ليا هذوك المربعات ديالي مشنفين من الجناب. من بعد ما ساليت التقطاع ديال العجين ديالي غادي ناخذ واحد البيضه كامله وغادي نوضع فيها تقريبا واحد ملعقه صغيره ديال لا موطارد وغادي نخلطها مزيان وغادي نبدا ندهن على الوجه ديال هذوك المربعات. وغادي ناخذ الزريعه ديال نوار الشمس اللي غادي نبدا نوضعها فوق المربعات ونحاول نثبتها هكا شويه بصبعي باش كتلصق ليا فوق العجينه بهذاك البيض اللي درت. يمكن لكم نتوما تضيفوا اي نوع ديال الزرارع بغيتو. غادي نكملهم بنفس الطريقه ونحاول نعطيهم الخاطر ونقادهم ونثبتهم بايدي. من بعد مني نسالي نثبت هذوك المربعات كاملين باش كيلصق ليا كتلصق ليا هذيك الزريعه. والشكل النهائي ديال الشكل ديالنا الاول هو هذا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نهزو بهذاك الورق ديال المطبخ غادي نوضعه في اللاطو غادي نحطها على جنب. وهاد البلاصه الفارغه غادي نزيد فيها يعني شكل اخر. غادي ناخذ الكره الثانيه من العجينه وغادي نطلقها حتى هي دائما مع واحد الرشه ديال الدقيق باش ما تلتصقش ليا العجينه ديالي فوق البوطاجي. غادي نسرحها حتى هي وغادي نحطها في الورق ديال المطبخ. هاد العجينه هذه غادي نديرها حاره. غادي نكهها بالسودانيه غادي نطلقها حتى هي نقادها على هذا الشكل هذا وغادي ناخذ المسطره وغادي نبدا نقطع. هاد المره ما غاديش ندير مربعات غادي ندير مستطيلات كيف ما كتشوفوا في الصوره قدامكم. كنستعين بالمسطره باش كيجيوني المملحات ديالي كيجيوني مفينيين في الشكل ديالهم كيجيو تقاده وحده وكيجيو راقيين في الشكل. صافي غادي ناخذ هنا تقريبا غادي ندير واحد 3 سنتيم. كل مستطيل غادي ندير فيه واحد 3 سنتيم على هاد القياس هذا. غادي نقطع العجينه ديالي كامله وغادي نبدا نشكل في الشكل الثاني ديال المملحات. غادي نبدا ناخذ هذاك المستطيل وغادي نقرص عليه من الوسط بهذا الشكل هذا حتى كنحصل على بابيون اولا فراشه بهذا الشكل هذا. حتى هذا الشكل هذا كيجي زوين صراحه كيجي رائع في الشكل ديالو حتى ملي كيطيب كيجي زوين بزاف. غادي نساليهم كاملين وغادي نجيب البيض اللي دهنت به العجينه الاولى غادي ناخذ منه حتى هو واحد شويه وغادي نبدا ندهن في هذيك القرصه اللي قرصت ديال العجينه الوسطانيه. غادي غير بصبعي هكا ولا بالشيته غير بشويه. غادي ندهن هذوك لي بابيون كاملين غير من الفوق من الوسط
صافي. وغادي نجيب السودانيه عندي بودغ، غادي نبدا نوضعها فوق من هذاك البلاصه ديال البيض اللي دهنت حتى كنحصل على واحد البابيون، والوسط ديالها كتكون حمر، كيجي حتى هو الشكل راقي وكيجي زوين. والشكل الثاني ديالي كيجي على هذا الشكل هذا حتى هو كيجي زوين وراقي. غادي نوضعو حتى هو في الصفيحه، وغادي نشعل عليهم الفران عافيه مهيله من الفوق. غادي يعني انا غادي نخبز في الفران ديال الغاز، غادي نوضع الصفيحه ديالي الفران الفوق، غادي نخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم، ونهبطهم لتحت ياخذوا هذاك اللون الذهبي. ما نحمروهمش بزاف، ودائما عافيه مهيله. الا بغيتو المملحات ديالكم يجيو مقرمشين، هذا هو السر ديال الطياب ديالهم. صافي غادي ندوزو دابا الكره الثالثه اللي غادي نسمها بالزعتر، وغادي نضيف ليها حتى هي واحد الملعقه صغيره ما عمرش بزاف ديال البابريكا اولا الفلفله حمراء. غادي نعجنها مزيان حتى كيتجانس لي مع داك العجينه وكتعطيني هذاك اللون البرتقالي. تقدروا ديروهم بيضين الا بغيتو، غير انا فضلت ندير هاد العجينه برتقاليه كتعجبني وكتجي زوينه في الشكل ديالها. طلقتها حتى هي بالمدلك وحطيتها في هذا الورق ديال المطبخ، وغادي نبدا ندير واحد الخطوط طوالين على هذا الشكل هذا، تقريبا فيهم واحد السنتيم، باش في الاخير كنحصل على العجينه ديالي نقسمها على 3، كنحصل على شكل الاصابع ديال العجينه كيجيو زوينين. من بعد ما كملتهم غادي ناخذ دابا المسطره وغادي نطبع هذاك الشريط الاول، غادي نعبرو وغادي نشوف شحال غادي يجيني على 3 باش كيجيوني مقادين طول واحد. صافي وغادي نطراسي بالمسطره وغادي نبدا نقطع على هذا الشكل هذا، وكنحصل عليهم تقاده وحده. وهذوك الجوانب الصغيورين اللي كيشطوا ليا في الجناب راه ما كنحيدهمش، كنخليهم حتى هما يطيبوا في الفران. غادي ناخذ الخليط ديال البيض ولا موطارد، غادي ندهن به حتى هذا الوجه ديال العجينه. راه هذيك البيضه كتقدني في هذه العجينه كامله. غادي ندهن الوجه كامل، وغادي ناخذ عندي الزنجلان الابيض وعندي السانوج، غادي نخلطهم واحد الكميه اللي تكون متساويه، وغادي نرشهم في هذا الوجه ديال العجينه، وغادي هكا بايدي غير من الفوق شويه نثبتهم باش كيلصقوا. صراحه السانوج كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، بالاخص المملحات. انا مجرباه شحال من مره في المملحات، كيعطي واحد المذاق رائع كيعجبني بزاف. كيف ما قلت لكم وضعت هنايا الزنجلان الابيض والزنجلان العادي، نسيت ما قلتهاش لكم، حتى الزنجلان العادي، وعاد درت السانوج. يعني اي زراريع بغيتو توضعوهم تقدروا ديروا حتى البافون حتى هو كيجي زوين. صافي غادي نزوق الوجه ديال العجينه كامله وغادي نثبتهم هكا شويه بايدي، وغادي نهز هذاك الورق كامل غادي نوضعه في الصفيحه وغادي ندخلها للفران دائما على الفوق هو الاول حتى كيطيبوا. عاد كنهبطهم يتحمروا من التحت على عافيه مهيله. كنأكد عافيه مهيله الا بغيتوا المملحات ديالكم يصدقوا معكم وكيجوكم كتجي فيهم هذيك التقرميشه زوينه. ودابا غادي ندوزو الكره الاخيره اللي هي الرابعه، غادي نكهها بالزيتون الاسود اللي حيدت ليه العظم وطحنته في الهاشوار مزيان. غادي نوضعوه على العجينه ديالي وغادي نخلطها مزيان. الا بانت لكم العجينه هكا شويه طلقات اولا جرات، غادي نوضعوا واحد شويه ديال الدقيق باش كنعاودو نجمعوها ما كتبقاش تلصق. سرحت العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، وضعتها في الورق ديال المطبخ، وحاولت ندير واحد المربع على هذا الشكل هذا، وغادي نبدا نقطع فيه هكا على الطول من الجنب ديال المربع. كلشي موضح قدامكم في الصوره. غادي نكمل التقطيع كامل ديال المربع، وغادي نقلب المربع على هذا الشكل هذا من القنت الاخر، وغادي نبدا نقطع باش نحصل على مستطيلات على هذا الشكل. ومن بعد هذاك المستطيل غادي ناخذ القطعه ديال البيتزا وغادي نقسمو على جوج حتى كنحصل على مثلث. هذوك المستطيلات غادي نقسمهم كاملين حتى كنحصل على مثلثات بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كنتمنى تفهموني اشنو بغيت نقول لكم وكل شيء باين قدامكم. وغادي ندخلها حتى هي للفران عافيه، دائما كما كنأكد عليها عافيه مهيله باش كطيبوا المملحات ديالكم. هاد العجينه اللي منسمه بالزيتون حتى هي راها كتجي بنينه وكتجي لذيذه.
والمملحات ديالنا من بعد ما طيبتهم كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو لذاذين بزاف، كنأكد عليها كيجيو زوينين وكيجيو لذاذ، والا جربتوهم غادي يعجبوكم. حضرت معكم هذه اللي من السماء بالقشور ديال الكروفيت وفيها هذيك الزريعه ديال نوار الشمس، هادو كذلك ديال الزيتون المثلثات، وهاد الاصابع الطوال اللي حضرناهم بالزعتر والزرارع، وهاد البابيون اللي درنا فيها السودانيه كتجي حاره. هادو هما الاشكال اللي شاركت معكم اليوم بربعه بدون طوابع، كيجيو ساهلين ما كياخذوش معنا مجهود بزاف، واهم حاجه انهم كيجيو لذاذ، ما كنضربوش التماره على الخاوي، كيجيو لذاذ بزاف. والعجينه كما قلت لكم في الاول منسمه ومقومه. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا كيف جاكم في التعاليق، واكيد الا عجبوكم ما تنسونيش من تشجيعاتكم، خليوا لي لايكات ديالكم. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم في قناتكم، شاركوا معايا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل والى وصفه مقبله بحول الله.